مرحبا، أنا سمر أيوب. اليوم رح أسوي لكم وصفة الفيلي تشيز ستيك بجبنة الإيدام اللذيذة من فريكو. تابعوني. مكونات الوصفة هي 3 شرايح جبنة إيدام من فريكو، خبز إيطالي، قطعة ستيك شرائح، فلفل رومي ملون، بصل أبيض شرائح، زبدة، ملح، بودرة ثوم، بودرة بصل، خردل، فطر طازج، صلصة ورشستر، زيت زيتون. أول خطوة رح نعملها رح نقطع الفلفل الألوان لشرايح. كمان بنقطع الفطر لشرايح. وهلأ خلينا ننتقل للغاز ونكمل الوصفة. لما يحمى الزيت بنحط عليه البصل وبنقلبه دقيقتين 3 لغاية ما يبدأ يشقر. بعد ما بلش يستوي اللحم بحط عليه الفلفل الألوان والمشروم. أول ما يبلشوا يدبلوا الخضار بنحط رشة من الورشستر صوص. هلأ بعد ما بلشت تستوي معنا اللحمة والخضار بنصفها بهالشكل هذا هيك. بجهزها عشان أحط عليها جبنة الإيدام من فريكو. بغطي لمدة 3 دقايق. شفتوها قديش مبينة طيبة وسهلة وصفة الفيلي تشيز ستيك بجبنة الإيدام من فريكو؟ هلأ كل اللي رح نعمله بس إنه رح نفتح السندويشة ونحشيها. أنا عن جد نفسي تكونوا معي بس عشان تشموا ريحتها قديه طيبة، يعني لازم تجربوها. هذا كان كل شيء لليوم. بتمنى انه تكون الوصفة عجبتكم، وبتمنى تجربوها وتقدموها لاصحابكم ولعائلتكم عشان تشاركوا معاهم احلى اللحظات مع اطيب السندويشات. استنوني بحلقات تانية جديدة مع سندويشات مبتكرة ولذيذة بجبنة الإيدام من فريكو. مع السلامة.